هشام قبض جمعية، خد الفلوس ودخل البنك متحمس جدا، عاوز يحط فلوسه ويبقى مطمن عليها. أنا محمد ودي دقيقة بنكية، في دقيقة واحدة هتعرف حقك. وهنا ابتسم موظف خدمة العملاء وسأل هشام: تحب حضرتك تفتح حساب جاري ولا توفير؟ وللأسف هشام وقف متجمد لأنه مش عارف الفرق ما بينهم. وهنا موظف خدمة العملاء ابتسم لهشام وقال له: أنا هشرح لحضرتك الفرق. الحساب الجاري عامل زي المحفظة اليومية، تقدر تسحب وتودع وتستخدم بطاقة الخصم، وكمان تقدر تطلع دفتر شيكات، بس غالبا مش هيكسبك فوائد. أما بقى حساب التوفير فده بيبقى حساب للادخار، تحط فلوسك وتسيبها، والبنك هيدي لحضرتك عليها فوائد. هشام بعد ما فهم بدأ يفكر، هل هو عاوز فلوسه متاحة طول الوقت ولا عاوز يحوش ويكسب فوائد؟ الموضوع بسيط، الحساب الجاري يعني معاملات يومية، الحساب التوفير يعني ادخار وفوائد. اختار اللي يناسب أسلوب حياتك وأهدافك. المهم إنك تكون فاهم قبل ما تقول افتح لي أي حساب وخلاص. وافتكر دايما، الوعي المالي مش بس للكبار، ده ليك انت كمان. اعرف الفرق بين الحساب الجاري والتوفير، وخلي فلوسك تشتغل لمصلحتك. وما تنساش تشارك الفيديو مع صحابك، يمكن حد فيهم زي هشام مش عارف يرد على موظف البنك.